مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيد بلقيكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: حريق مهول يخلف خسائر كارثية. قبل ما نبدأ في تفاصيل النشرة الإخبارية، ما تنساوش ديروا جيم للفيديو، تشاركوا في القناة باش توصلوا بكل جديد قناة أخبار المغرب اليوم. وإليكم التفاصيل. أودى حريق بحياة شخص 40 اليوم، ذلك بعدما تعرض للاختناق بالدخان الناتج عن النيران التي اندلعت في منزل يقطن بحي بن سلمان الواقع بالنفوذ الترابي لمدينة بويزغارن في إقليم قلميم. وتجهل لحدود الساعة الأسباب الواقفة وراء الاشتعال النيران المتسبب في وفاة الهالك الذي كان يعاني من اضطرابات نفسية، فيما استنفر الحادث أفراد الوقاية المدنية لإخماد النيران، إضافة إلى السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي قصد الإشراف على نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات، وفتح بحث تمهيدي في ظروف وملابسة النازلة تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة. كان معكم مذيع قناة أخبار المغرب اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه.